اهلا بكم في قناتنا. وقبل ما نبدا الفيديو الجامد بتاعنا هطلب من المتابعين انهم يعملوا لايك على الفيديو ويشتركوا في القناه ويفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد من ملخصاتنا. وطبعا مش هننسى نصلي على النبي. وبس كده، مش حابب اطول عليكم اكتر من كده، ويلا بينا نبدا الفيديو الجامد بتاعنا. بنكمل قصتنا، والتاجر بيكلف نوفامي بمهمه توصيل مبيدات اعشاب للجنوب عشان في قريه عايزه كميات ضخمه جدا. وبيروح هناك وبيلاقي في الطريق النباتات مغطيه الارض، وبيدخلوا القريه والزعيم بيقول له النباتات هتدمر المدينه. ونوفامي بيقول له طيب ما تحرقه. بيقول له جربنا كل حاجه، ده احنا حتى جبنا مغامرين يخلصونا منه وبرضه فشلوا من وقتها واحنا مش عارفين نلاقيهم. وفيليو بيجري على النباتات وبيعرف يرجع المغامرين وبينقذهم. وفي الوقت ده اهل القريه بيبصوا له وبيقولوا له انت المنقذ صاحب الطير الاسطوري، ارجوك ساعدنا وعالج مرضنا اللي قرب يموتنا. جذور النباتات بينهش اجسامهم وحالتهم بتسوء اكتر واكتر. ونوفامي بيقرر يعالجهم ويعرف فعلا يعالج كل المرضى. وبيقول لرفتاليا جهزي نفسك عشان نمشي بعض ما نعالجهم. بس زعيم القريه بيقول له ارجوك ساعدني واجدي على النباتات. وبطل الرمح موتوتايس حاول يساعدنا في وقت المجاعه وقدم لنا بذره معجزه بتدي محاصيل لا نهائيه. ونوفامي بيستغرب جدا وبيقول بذره؟ هي دي البذره اللي اتسرقت من كهف الساحر؟ يبقى اكيد مويان هي اللي قالت له على الاقتراح ده. واهل القريه بيكملوا كلامهم وبيقولوا في الاول كنا فرحانين جدا بالاسمار والنباتات، بس بعدين حياتنا اتحولت لكابوس. وكان عندنا اسطوره في ان في خيميائي صنع البذره وخاف على العالم منها فخباها في مكانه ومحدش سمع عنها اي حاجه. ونوفامي بيقول يعني انتوا كنتوا عارفين الاسطوره من الاول ووافقتوا على البذره برضه، كل ده عشان الطمع اللي عندكم. بيقول له هندفع ثمن العلاج وكمان القضاء على النباتات، بس ارجوك انقذنا. ونوفامي بيوافق وفعلا بيروح يقضي على النباتات. وبيروحوا يحاربوا مركز النباتات وكل محاولاتهم بتفشل، فبيقولوا يجربوا المبيدات. وفعلا نوفامي بيرمي على مركز النباتات مبيدات وبيقدر يدمرها بالكامل. وبياخد كل البذور اللي خرجت من نباتات وبيستخدم درع النباتات وبيعمل عليهم وبيقلل قدرتهم على التكاثر مع الحفاظ على انتاج الثمار. والزعيم بتاع القريه بيشكره جدا ان هو اللي انقذ القريه وقدم لهم الخدمه. ونوفامي بيقول له انا عايز المقابل، وبيكون مش معاهم فلوس فبياخد بدلها محاصيل وبذور كتير وبيروح يبيعهم للتجار. وبعد كده بيكمل رحلته وبيقابل ناس في طريقهم وبيقول لهم هتموتوا لو كملتوا الطريق بسبب انتهاء امر القريه والوباء اللي نال منها. ونوفامي بيكمل على هناك، واول لما بيشوفها هو والطائر بيفرحوا عشان في حد هينقذهم. وبيجي الطبيب لنوفامي وبيقول له انا عايز اشتري منك ادويه بس تقريبا مش هتكفي المرضى. وبيدخل وبيقدم الادويه للمرضى وبيعالجهم وبياخد فلوس الدواء وبيقول له كل اللي انا عملته اني عالجت الاعراض بس، وخد بالك ان لسه المرض موجود. ايه السبب في كده؟ قال له السبب هي الرياح القادمه من الجبل. من حوالي شهر كان في تنين عايش على الجبل قتلوا بطل السيف بس هو ساب الجثه. ومغامرين كتير جم القريه هنا عشان يبيعوا البقايا بتاعته، بس لاحظنا اصابتهم بالمرض وكانوا عمالين يتصابوا واحد ورا التاني، وده نتيجه لتعفن لحم التنين. ونوفامي بيقول لرفتاليا جهزي نفسك عشان هنروح نتخلص من باقي التنين. وبيقول للدكتور جهز الفلوس لحد ما ارجع. وبياخدوا العربيه وبيروحوا على الجبل وبيلاقوا قدامهم قطيع من الوحوش. وفيليو بينطحهم وبيبعدهم عن الطريق لحد ما بيروحوا قدام الجثه. ونوفامي ورفتاليا بيجهزوا نفسهم لتدمير الجثه. وفيليو بياكل طماطم بس فجاه التنين بيتحرك وبيتحول لتنين زومبي. وفيليو بيهاجمه بس التنين بياكله وبيموت والدم بيطير في كل مكان. ونوفامي بيقول هيحصل ايه تاني؟ كل حاجه هتتسحب مني وتروح تاني. فبيغضب جدا وفجاه بيظهر قدامه درع اللعنه. التنين بيهاجمه بس بيرفع رجل التنين بمنتهى السهوله وبيرمي رجله وبيتحول دراعه لدروع النار. وكل اللي نوفامي بيفكر فيه هو الانتقام من الملك اللي ظلمه ومن ميان اللي اتهمته ظلم. بس هو بيسمع صوت وبيبص جنبه بيلاقي رفتاليا مصابه بالنار بتاعته بس بيحاول يعالجها وبيفشل. وفجاه التنين بيتألم وبيقع على الارض وبطنه بتنفجر وبيخرج منها فيلو. وبيستغربوا بيقولوا له مش انت التنين قتلك والدم طار؟ قال لهم لا، ده عصير الطماطم اللي انا كلتها، وكمان وانا جوه بطن التنين لقيت بلوره ارجوانيه تقريبا هي دي السبب اللي خلته تحول لزومبي. بيقول لهم انه كلها وبعد كده بيطلعها. فبيخلصوا على الجثه وبيرجعوا القريه. ونوفامي بياخد قطعه من البلوره ويحطها في الدرع وبيكتسب درع لعنه التنين. والدكتور بيديله فلوس وبيقول له انا مش عايز فلوس وارجوك عالج رفتاليا. والدكتور بيقول له انا عملت كل اللي قدرت عليه بس هي مصابه بلعنه وانا مش هعرف اعالجها وما عنديش امكانيات لده، ولو عايز تعالجها هتحتاج ميه من الكنيسه. فنوفامي بيقرر يرجع العاصمه عشان يروح الكنيسه. وفي الصباح بيلاقي تجمع لفيليولال وفي وسطهم بنت. واول لما بيشوف فيلو بتقول له فيليولال ضخ وكمان
وكمان بتتكلم وبتديله حتة لحم وفيلو بتاكلها وبتعرفهم بنفسها إن اسمها ميلتي. فنوفامي بيسيب فيليو معاها شوية وبيروح يكمل علاج في المرضى، وفيليو بترجع ومعاه ميلتي اللي بتقول له عايز أرجع معاكم، أنا كنت مع الحارس بتوعي بس انشغلت مع فيليو وانفصلت عنه وعرفت إنك راجع العاصمة فخدني معاك. ونوفامي بيقول لنفسه شكلها تبقى بنت أمير أو نبيل فأكيد هيدينا مقابل، وبيودعوا الدكتور وأهل القرية وبيمشوا للعاصمة، والطريق بيستغرق يومين وفيهم ميلتي كانت بتلعب مع فيلو لحد ما وصلوا العاصمة. وفيليو بتروح توصل ميلتي لبيتها، ونوفامي بيروح مع رفتاليا الكنيسة وبيطلب مياه من رئيس الكنيسة وبيقول له سعرها قطعة ذهبية، وبيقول لهم مش خسارة في رفتاليا تمام، وبيجيبوا له المية وبيقول لهم هي دي اللي بقطعة ذهبية. رئيس الكنيسة بيقول له الراهبة جبتي لي الجودة المنخفضة؟ بتقول له ده بطل الدرع. بيقول لها روحي جيبي لي الجودة العالية، وبتجيب الجودة العالية ونوفامي بياخدها وبيمشي وبيلاقي حارس بينده عليه فبيجروا منه بس متطيس بيوقفه وبيقول له انا لسه شايف العدة اللي معاك. بيقول له قصدك مين فيليو؟ بيقول له لازم تحررها يا اما هقتلك. وبيجي واحد من الحراس وبيوقف القتال وبيقول له متطيس ده مش مكان للقتال، كده انت هتدمر المدينة. وميان بتظهر وبتقول انا بعلن عن قتال بين بطل الدرع وبطل الرمح. وميلتي بتظهر وبتقول المدينة تحت سيطرتي والا هقول لماما على اللي انت بتعمليه. وميان الخوف بيظهر عليها وميلتي بتقول لنوفامي انا ميان الاميرة التانية للبلاد والمرشحة الاولى لورثة عرش الدولة. قال لها انت بقيتي اخت ميان بنت الملك، وبيقول لها خلاص مالكيش دعوة بيا، انا مش عايز اعرف حد من العيلة دي. وميلتي بتخرج حزينة وبتفتكر كلام امها ليها وانها المسؤولة دلوقتي ولازم ترجع المملكة وتعاتب الملك على معاملته لبطل الدرع. وبيدخل الجندي على بطل الدرع ومعاه اصحابه وبيقول له احنا ابناء قرية العود وممتنين على اللي انت عملته علشاننا وعايزين نكون جنود عندك ونحارب معاك في الموجة القادمة. ونوفامي قال لهم موافق بس عند شرط واحد، لازم انت والباقي من اصحابك تشتروا مني القلادة دي وسعرها 150 قطعة فضية، ولو جمعتوا الفلوس واشتريتوها قبل الموجة هوافق انكم تبقوا معايا. وفعلا بيوافقوا وبيروحوا يجمعوا الفلوس. ونوفامي بيسأل التاجر بتاع الأسلحة لأنه دلوقتي شايف علامة جنب رفتاليا وفيليو. وتاجر الأسلحة بيقول له دي الترقية والمفروض دي ترقي جنودك عشان المستوى ال40 بيكون الحد الأقصى للمستوى فلازم ترقيهم، وده هيحصل عند الساعة الرملية وهم يعرفوا يختاروا نوع الترقية اللي هم عايزينها. ونوفامي بيسأل رفتاليا ايه هي نوع الترقية اللي انت عايزاها وبترد وبتقول له اختار لي انت. بيقول لها لا لما الموجات تنتهي هرجع للعالم بتاعي عشان كده لازم تكوني قوية قبلها. ورفتاليا بتتصدم من الكلام وبتقول لنفسها نوفامي هيمشي ويسيبني ويرجع للعالم بتاعه ويروح عند الساعة الرملية. وبيقول له الترقية سعرها 15 قطعة ذهبية وكانت بتقولها بنظرة شريرة. ونوفامي بيقول لها مفيش مشكلة. رفتاليا هتدخل الأول بس بتقاطعهم واحدة وبتقول مش هينفع نعمل الترقية عشان لسه جاي لنا أمر من الملك ما نساعدش بطل الدرع. ونوفامي بيروح عند تاجر العبيد وبيسأل لو هيعرف يرقيه وبيقول له أنا مش ساحر مش هعرف أعمل كده، ممكن تعملها عند ساعة رملية تبع بلد تانية. ونوفامي بيسأله وبيقول له هو في ساعة رملية في بلد تانية؟ والتاجر بيقول له كتير جدا وفي 3 دول تانيين بس أنصحك بدولة اسمها بشيلتر فري، بلدة لأشباه البشر وهم في العادة بيحبوا بطل الدرع. وكمان عندي حاجة ليك، وبيدي الفيليو مخالب تنين تساعده في القتال وطبعا ده مقابل فلوس. ونوفامي بيكمل بعدها رحلته وبيروح لبلدة في الشمال وبيروي الحارس شارة التجار في الحارة بيرفض فبيضطر يدفع ضرايب. وبيدخل البلدة اللي باين ان الفساد ملتغل فيها والسكان بيوافقوا وبيطلبوا منه طعام بس مش معاهم فلوس ولا اي حاجة. ونوفامي قال لهم مش انتوا من سكان ميريولومار؟ بيقولوا له لا احنا جايين من الشمال وفي مغامر وصل هنا وكون جيش من المقاومة وبدأ ثورة وكان شايل كوس. ونوفامي بيفهم ان بطل الكوس هو السبب وبيدي الناس الاكل اللي عايزينه وبيرجعوا العاصمة بيجهزوا نفسهم للموجة اللي هتيجي بعد 27 ساعة. وبيدخل قهوة وبيلاقي بطل السيف والكوس قاعدين هناك والكوس بيقول انه اطاح بطاغية في الشمال ولما راح النقابة بياخد المقابل ولقى حد انتحل شخصيته واخد الفلوس. وبطل السيف برضه بيقول انه في حد سرق منه مهمته وبيروح لنوفامي وبيسأله انت اللي عملت كده صح؟ نوفامي بيقول له انت المغامر اللي ساعد الشمال، انت تعرف ان الناس ماتوا من الجوع وما تبقاش منهم غير شوية قليلين، وانت تعرف ان الجثة بتاعت التنين اللي انت قتلته عملت وباء وموتت ناس كتير، انا اتخلصت من الجثة وخدت المقابل، انتوا تعرفوا في كام واحد مات بسببكم؟ وبطل الكوس بيقول انا مش مصدقك بس نوفامي سابه ومشي وبيروح عند تاجر الأسلحة والجنود بيقولوا جمعنا 150 قطعة فضية وبيقول لهم القلادة اهي خدوا الفلوس وهاتوا أسلحة تساعدكم في مواجهة الموجة وانا موافق انكم تنضموا ليا.
ونوفامي بيعمل جرعات علاجية بأعداد ضخمة وبيجهز نفسه للموجة التانية لحد ما بتدق الساعة وبتيجي الموجة التانية، ونوفامي والمساعدين بتوعه بيروحوا لمكان الموجة، وكالعادة بيروحوا لأقرب قرية لحماية أهلها، وبيشوف هناك واحدة بتحارب الوحوش وبيفتكرها وبتكون هي أول واحدة عالجها في رحلته للتجارة، وكانت ممارسة الفنون القتالية وساعدت نوفامي وفرقته في هزيمة الوحوش. ونوفامي بيسيب الوحش في القرية وبياخد رفتاليا وفيليو وبيروح على مركز الموجة، وكان موجود فيها سفينة وبطل القوس بيحاول يسقطها من تحت والباقيين على سطح السفينة، ونوفامي بيطير على هناك وبيلاقي بطل السيف ومجموعته بيحاربوا قائد، وبطل الرمح ومجموعته بيحاربوا قائد تاني، وتحولوا من محاربتهم لمحاربة بعض. ونوفامي بيقول لهم كفاية بقى اللي انتوا بتعملوه ده ولازم نقضي على الموجة الأول، ولو ما خلصناش الموجة الوحوش هتفضل تهاجم القرية. وبيلاحظ ظل القائد ورفتاليا بتستخدم سحر الضوء، فكل الظلام بتتجمعوا في جسم واحد وبيكونوا الوحش الأخير، فكل بطل بيهاجمه بطريقته بس من غير تأثير، لكن هو بضربة واحدة بيوقعهم كلهم، وبيحاول يهاجمهم من تاني بس فيليو بينزل فيهم ضرب في الآخر وبيقلل من دمه صح، بس هو محتاج سنة ضرب عشان يموت. فنوفامي بيقرر يستخدم درع اللعنة، وهي دي الطريقة الوحيدة للتخلص منه، فبيستدعي الدرع، وفي الوقت ده بيسمع صوت التنين وهو بيقول هتدفعوا الثمن كلكم، وبطل السيف اللي قتلني وانت اللي حولت عظم الأداة تستخدمها، كلكم هتدفعوا الثمن. ودرع نوفامي بيتحول لدرع تنين، وفي نفس الوقت فيليو بتكتسب قوة عشان هي كمان كلت البرولة وبيهاجم الوحش وبيحرقه، والأبطال بيساعدوه في الهجوم بس برضه ما كانش ليهم تأثير، ونوفامي درعه بيطير وبيستدعي درع يحبس الوحوش جواه وبيغرس رمح في الوحش، ومن بعدها بيظهر تمثال شبه غرفة الإعدام وبيبلع الوحش جواه وبيقضي عليه، والأبطال حواليه مصدومين وبيقولوا ده أكيد من قوة بطل الدرع، بس برضه الموجة لسه ما خلصتش وبيظهر وحش تاني وسهوم بتنزل من السما تقتله، وبتظهر واحدة وبتكون مخيبة الأمل. هي دي قوة الأبطال، في واحد بس يستحق لقب البطل، أنا اسمي جلاس وأنت اسمك إيه؟ بيقول لها أنا اسمي نوفامي. قالت له جهز نفسك عشان المعركة الحقيقية هتبدأ دلوقتي وممكن تخلي الخدم اللي معاك يهاجموني، والأبطال بيتعصبوا جدا وبيقولوا لها أنت بتقولي علينا خدم، وبيهاجموها بكل قوتهم بس هي بضربة واحدة بتوقعهم كلهم، ونوفامي بيحبسها بس هي بتكسر الحبس، ورفتاليا وفيلو بيهاجموها بس هي برضه بتصدهم، وما كانش قدامه غير انه يستدعي الدرع من التاني وبيهاجمها بالنار بس برضه مفيش تأثير، وبتهاجمه هي وبيعرف يصدها، فبيلجأ لآخر حل وبيستخدم نفس التقنية اللي عملها على الوحش بس هي برضه بتدمرها بمنتهى السهولة. وفي الوقت ده في مؤقت بيطير وساعتها مش بيكون قدامه حل غير الحل الأخير وهو انه يجري، وخد الباقي وطلعوا يجروا من قدامها وهي بتحاول تهاجمه من بعيد بس هو بيصد الضربات لحد وقت الموجة ما خلص وهي اختفت. ونوفامي خرج من القتال وهو مش فاهم مين هي جلاس وازاي وصلت لهنا ولا ايه هي الموجات اساسا، وبيجي الجندي البطل الدرع وبيقول له الملك عايزك حالا، ونوفامي بيروح للقصر والملك كان بيشوف اللي بيحصل في المعركة وبيقول لبطل الدرع احسن، المجهود بتاعك في الموجة التانية كان ممتاز، قول لنا بقى ايه هي التقنيات اللي استخدمتها، اصل اكيد بطل الدرع الضعيف مش هيبقى عنده القوة دي كلها، اتكلم واوعى تكذب عليا. ونوفامي بيقول له اركع قدامي، في بلدي اللي بيطلب حاجة ولازم يركع عشان ياخدها، والملك بيقول له انت بتتجرأ انك تهني، والجنود بيحاصروا نوفامي وبيقول لهم انا بقوتي اقدر اقتلكم كلكم في لحظة واحدة وانتوا عارفين، والجنود كلها بتخاف ونوفامي بيلف عشان يمشي، والملك بيقول له انا مش مسامحك على اللي انت عملته ده، هخلي العبيد بتوعك يدفعوا الثمن، ونوفامي بيلف وبيقول له لو لمست واحد فيهم هدخل القصر واقتلك وسط جنودك ومحدش هيعرف يوقفني، وبيمشي ويسيبه، وقبل ما بيمشي من القصر في واحدة بتوقفه وبتقول له ادائك كان رائع والكل بيعرف دلوقتي بقوتك ما عدا اشخاص بيحبوك من قدامك ومن وراك هيخونوك، وبتوريه القلادة وبعدها بتمشي وبتسيبه، وميلتي بتدخل لابوها انا سمعت ان انت وبطل الدرع كنتوا على خلاف مع بعض ولو فضلتوا على الخلاف ده مش هنعرف نصد الموجات ولازم تصالحوا، قال لها اصالح الحقير ده، بتقول له هو انت ليه بتكرهه كده، قال لها لو سبته براحته هو واشباه البشر هخسر عيلتي من تاني، وميان بتدخل وبتقول والدنا هو الملك ولازما طبعا نسمع كلامه وافكاره كلها صح، وميلتي بتقول لها مالكيش دعوه انا والملك بنفكر في مصلحه البلد عشان انا هي وريثه العرش، ونوفامي بعد الخلاف مع الملك اكيد مش هيخلوه يقرب للساعه الرمليه وقرر يسافر لبلد اشباه البشر عشان يرقي رفتاليا وفيليو، وصاحب محل الاسلحه بيدي رفتاليا سيف لمحاربه الاجسام الغير ماديه، وفيليو بيديها قفاز بقوه 100 راجل وبيبداوا رحلتهم، بس ميلتي بتيجي مع الجنود عشان يقنعوا بطل الدرع انه يفضل في العاصمه ويصالح الملك، ونوفامي بيرفض بس
بس نوفامي بيحس إن في حاجة في نفس الشعور لما تم اتهامه بالباطل من ميان، وواحد من الجنود وبيجري وبيخرج السيف وبيهاجم ميلتي، ونوفامي بيصد الضربة، والجندي بيقول له إزاي تجرؤ إنك تاخد ميلتي رهينة؟ إحنا لازم نحرر الأميرة وكل الجنود بتهاجمه، وبيعرف يصد هجومهم. بس كل اللي بيحصل كان بيتم تسجيله من كرة سحرية، وبعد ما كل حاجة بتكون اتسجلت الجنود بتهرب وبيروحوا العاصمة وبيوروا الملك إن بنته بقت رهينة، وكمان بيفرحوا الشعب كله إن بطل الدرع الشيطان خد الأميرة رهينة، وصدر أمر باعتقال بطل الدرع والمساعدين بتوعه، وكل الجنود في القرية اتبلغوا بالأمر ده، وبقى مستحيل على بطل الدرع دخول أي قرية. بس هو اكتشف بعد استجواب واحد من الجنود إن اللي ورا الموضوع ده هو كنيسة الأبطال الثلاثة، والكنيسة بيتم فيها تقديس الأبطال والرمح والسيف والقوس، وبيحتكروا فيها بطل الدرع، ودي بتكون الديانة الرسمية لدولة ميري رومار. ونوفامي بيقرر إنه يسيب البلد وبياخد ميلتي معاه لحمايتها، وبينتقلوا بين المدن وبيستريحوا بالليل، وبيسأل ميلتي عن والدتها. احنا في دولة فينميس، الملكة رتبتها أعلى من الملك، وفي الواقع الملكة هي من عائلة ملكية، والملك كان مواطن عادي لحد ما اتجوز الملكة. بس بيقطع عليهم الحوار ده وصول جنود، والجنود دي كانت بتدور عليهم وبيبدأوا يتحركوا، بس الجنود بيوصلوا ليهم وبيطردوهم لحد ما بيحاصروهم، وفي آخر الطريق والأبطال الثلاثة بتوصل، وبيقول لنوفامي يسلم الأميرة، وبيقول لهم أنا مش عندي مانع لو عايزة تروحي معاهم، والأميرة بتقول لهم أنا بخير وبطل الدرع كان بيحميني، ودي مؤامرة بتحصل، والملكة قالت لي إننا لازم نتعاون مع بعض عشان نهزمه. وميان بتقول محدش يصدق بطل الدرع ده، عنده درع بيخليه يغسل العقول وبيسيطر على أي حد، وكل الكلام اللي لسه ميلتي قالته هو كلام بطل الدرع. وبطل الدرع سمى نفسه بصاحب التير الأسطوري، وبدأ في السفر وغسول العقول والناس عشان يساعدوه. ورفتاليا بتقول هو مين اللي هيصدق الكلام ده؟ وبطل السيف بيرد عليها وبيقول مفيش حاجة بتنفي الكلام ده، وممكن فعلا يكون حقيقة، سلم الأميرة لينا. وميلتي بتمسك في نوفامي وبتقول له هموت لو رجعت، ونوفامي بيقول ما اقدرش اضمن ميلتي مع ميان ابدا، وخطتك بتكون انك تقتلها عشان تورث العرش، وانا وعدت ميلتي ان احميها وهنفذ وعدي. وفيليو بيتحول وبياخد الكل وبيهربوا من قدامه الجنود، وموتوتايز بيحتف على فيليو سلسلة بتحولها لإنسان وبيسقط على الأرض، وميان بتهاجمهم بسحر النار، ونوفامي بيصد وبطل السيف والقوس مستغربين هي فعلا بتحاول تقتل ميلتي، ونوفامي بيستدعي درع اللعنة وبيصد كل هجمات الجنود، وبعدها بيفجر الطريق بينه وبين الجنود، وبيقول لبطل السيف أنا عارف إنك هتقدر تكتشف الحقيقة وحقيقة القلادة دي، وبيرمي القلادة وبياخد أتباعه وبيهربوا. وبتظهر المقنعة وبتقول لهم أنا شغالة تحت أمر الملكة، وهي بتطلب منكم تقابلوها في بلدة وهتكون مستنياكوا هناك. بس في الوقت ده ميان بتأمر الجنود إنهم يحرقوا الغابة بالكامل عشان تجبر بطل الدرع إنه يخرج من الغابة حالا، وكمان بتنشر خبر إن بطل الدرع هو اللي حرق الغابة. وفي طريقهم بيعدوا على القرية، وميلتي بتقول إنها تعرف نبيل ممكن يساعدها، وكان واحد من مساعدين قائد بيحكم منطقة سياتي، كان بيعامل البشر وأشباه البشر بالتساوي، ومات في الموجة الأولى، وبعدها الملك رحل أغلب مساعدينه لأماكن بعيدة. ورفتاليا بتقول قريتي كانت في سياتي، وبعد الموجة الأولى جنود المملكة دخلوا القرية وبدأوا في قتل أشباه البشر بوحشية. وميلتي قالت بعد الأزمة لازم كل واحد ياخد جزء، وعايزاكي تقوليلي على شكل الجنود دول. بس بيظهر واحد، ميلتي بتقول ريان هار أنا ما شفتكش من زمان، هو ده النبيل اللي كنت بقول لكم عليه، بياخدهم معاه القصر بتاعه وبيقدم لهم أكل. ونوفامي بيرفض ياكل، والراجل بياكل معاهم وبيقول له ما تخافش مش هقدم لك أكل مسمى. وبيقضوا في القصر يومين استراحة، بس الخدامة بتدخل عليهم وبتقول جنود المملكة وصلوا، ونبيل من الدولة المأجورة اتهمنا إننا مخبيين بطل الدرع ولازم نهرب، وبتخبيهم في المطبخ، والجنود بيدخلوا يفتشوا القصر لحد ما بيوصلوا للبلاد. فميلتي بتخرج عشان تشغل الجنود، وبيظهر النبيل واللي اسمه إدوارد ريباير وبيسألها فين بطل الدرع، بتقول له سابني هنا وهرب، عشان كده خد جنودك وامشي، أنا عايزاك تاخدني عشان أشوف الملك. بياخدها الجنود وبيمشوه، بس نوفامي بيقرر إنه يرجع ميلتي ويحميها، وبيروح للبلدة المأجورة. ورفتاليا بتفكر في كل حاجة، وإقفاص العبودية اللي كانت موجودة فيها، والنبيل اللي كان بيشرف على تعذيبهم في نفس الوقت، وأشباه البشر طلعوا في مظاهرة علشان يعرفوا مصير النبيل ريان هار. وبنروح لقصر إدوارد، وبيسأل ميلتي عن بطل الدرع، فبتقول له ما أنا قلت لك أنا معرفش مكانه، وبيجيب ريان هارت وبيعذبوا فيها عشان يعترفوا، وبعدين بيتوجهوا لميلتي. وفي نفس اللحظة نوفامي وفرقته بيقتحموا القصر وبيوصلوا لميلتي، وبيلزقوا إدوارد في الحيطة وبيطلع الكرباج، ورفتاليا بتقرب منه وبينزل ضرب فيها، فبيطير الكرباج من إيده، وبتقول له
كتير من أشباه البشر توسلوا ليك وانت ما رحمتهمش، بس أنا مش هبقى زيك ومش هقتلك. والنبيل بيتعصب وبيقول لها أشباه البشر مالهمش حق يتكلموا، وبيزق رفتاليا بس بيتكعبل في الكرباج اللي على الأرض وبيقع من فوق المبنى، وبتاخدهم لسجن تحت الأرض كان مخفي وكان موجود فيه من زمان، وبيدخلوا يلاقوا السجون فاضية، وبتفتكر إيدول لما كان بيعذبها هي وصاحبتها في السجن لحد ما واحد من الحراس خدها وباعها لتاجر العبيد. وبتروح الزنزانة تشوف صاحبتها وبتلاقيها هيكل عظمي ميت، وبتدور في باقي السجن بتلاقي صديقة ليها قديمة وما كانتش مصدقة إن دي رفتاليا فعلا، وبتعرف تنقذ 2 كمان من أشباه البشر وبتطلعهم بره السجن، وبيطلعوا فوق على السطح وبيكون إيدول لسه عايش وبيستخدم تعويذة وبيبطل الختم عن الديناصور، وبيبطل الختم عن الديناصور اللي تم ختمه من الأبطال المقدسين القدماء. وأول لما خرج داس على إيدول وقتله وبدأ يدمر في القصر، وفي أي لحظة ممكن يهجم أشباه البشر على اللي عاملين مظاهرة. وكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، وقبل ما نقفل الفيديو الجامد هطلب من المتابعين إنهم يعملوا لايك ويشتركوا في القناة ويفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد من ملخصاتنا. وطبعا هستنى منكم تعليق عن أكتر جزء حماسي عجبكم في الحلقة، ولو عندكم أي مسلسلات تانية عايزين نلخصها اكتبوها لنا في الكومنتات. وبس كده، مش حابب أطول عليكم أكتر من كده، أشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.